هدف زكريا يحسب له الحالة لأنه هو اللي تجرأ وانطلق بالمساحة الفاضية وقدر يسجلها، يعني تقريبا نقدر نقول إنه أخذ دور كيسيه بالزيادة العددية. وعلى هالطاري أنا مستغرب كيف ماتياس ما وظف لاعب معين للزيادة العددية بغياب كيسيه، يعني حتى إنزو الصانع ما أشوفه يزيد بالمنطقة، يمكن بس أتنقانا اللي أحيانا بعد ما هو دايم. عموما هدفك يا زكريا ما يشفع لمستواك الدفاعي الكارثي، يعني كويكبي كان ماخذ راحته اليوم على الآخر، وقلناها كثير إنزو محور ما ينفع، مستواه قدام الخدود كان استثناء يا ماتياس. يعني إنزو له اللي يعطيك الزيادة العددية نفس كيسيه، وله اللي يغطي الفراغات الموجودة بالوسط نفس زيادة جهني. يعني لو لاحظت أن التعاون بسهولة يوصل مرمى الأهلي، لأن ما في فاصل بين الهجوم والدفاع، لا بالعكس في فراغات كبيرة. والمشكلة أن ماتياس ما اكتفى بالخطأ هذا، أخطأ بإشراك محرز وهو بدنيا يحتاج يرتاح، فما راح يعطيك الفاعلية الهجومية المنتظرة. وأضف على ذلك أنه تأخر بتبديل بريكان. يعني يا يسلا أنت قاعد تلعب كور طويلة وتحتاج فيها لتحضير الكورة والسرعة، وهالأمرين موجودة ببريكان ومفقودة عند محرز، فكيف تأخرت بتبديل بريكان؟